عقوبة قاسية على يوسف بلايلي، الإيقاف لمدة سنة. يعني حب يقول يوسف بلايلي يقدر يضيع المونديال القادم الله تاع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء وهذه العقوبة كانت من طرف الفيفا، أقاويل من طرف بعض المصادر المقربة من الفيفا ومن اللاعب أيضا، وأيضا مقال اللي كان خرج به موقع الوين وين القطري أكد بأنه الفيفا ستعاقب بلايلي بسنة ما يلعبش كرة القدم. دونك الإيقاف لمدة سنة زائد 5000 فرنك سويسري كغرامة مالية، وهذا نتيجة تزويره لبعض الوثائق اللي كان بموجبها كان استفاد من مبلغ قدره 380 ألف يورو مع نادي أجاكسيو. القضية اللي كانت سنة 2022 2023 أجاكسيو كان راح اشتكى به للفيفا، واليوم الفيفا تصدر قانون في حق هذا اللاعب. ما على بالناش الى حد الساعه اذا كان امور رسميه ولا لا، وراح ايضا نتعرفوا على تفاصيل هذه القضيه في الايام القليله القادمه. ان شاء الله ما يضيعش المونديال يوسف بلالي بعد الاصابه على مستوى الرباط الصليبي. دونك مشكله واحده اخرى وازمه واحده اخرى تضرب وتعصف بنجم المنتخب الوطني الجزائري. نتمنى ان شاء الله انه يكون حاضر ويقدر يعاون صحابه في مونديال الولايات المتحده الامريكيه.